السلام عليكم يا أحلى متابعين، يا رب دايما تكونوا بخير وبسلام. تعالوا نصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. ونشوف النهاردة أسماء وتجربتي بنفسي هتودينا على فين. معايا هنا زبدة جاموسي. طبعا منتجات بلدنا، ولازم نشجع منتجات بلدنا ونجرب الزبدة ونشوف. وطبعا التجربة هي خير دليل، وخليكم معانا علشان نشوف الزبدة دي فعلا في النهاية هتكون ريحة وطعم الزبدة الجاموسي اللي هي البلدي. ويا رب التجربة تكون ناجحة، وإن شاء الله كده معانا كيلو من الزبدة الجاموسي. اول حاجة هنجيب الاناء ونحطه على النار يا دوب يسخن كده شوية صغيرين. بعد كده ننزل بالزبدة الجاموسي علشان نسيحها ونهدي النار، علشان طبعا ما تتحرقش مننا، وفي النهاية ناخد نتيجة 10/10. كل شوية طبعا نكشف الغطا ونشوف اخبار الزبدة معانا ايه، ونهدي النار ونخليها زي الشمعة بالظبط، علشان طبعا المرتة اللي بتبقى مع في الزبدة ما تتحرقش مننا، وفي نفس الوقت السمنة كمان يكون طعمها جميل. ادي المراحل اهي. لو وصلت لحد هنا يا ريت تصلوا على النبي وتشتركوا كمان في القناة. يا رب اللي يشترك في القناة ربنا يرزقه بحج بيت الله الحرام. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. وادي معانا السمنة بقت ريحتها ما شاء الله، اكيد انتوا شامين ريحتها بجد جميلة. وانا بقول لكم عن تجربة، وطبعا التجربة هي خير دليل. كده معانا الزبدة خلاص ابتدت خلاص تستوي معانا. وبعد كده هنشيل طبعا السمنة ونصفيها. ادي الشكل اهو. خلاص كده المرتة معانا استوت، وكمان السمنة استوت. وهنجيب برطمان ازاز، يا ريت يكون ازاز يكون افضل، علشان لو كان بلاستيك طعم السمنة وكمان ريحتها هيغير معانا، وخصوصا اللي احنا في فصل الصيف. وجبت مصفى وصفيت معايا السمنة، والله ما شاء الله ريحتها وطعمها. وكمان المرتة دي اكيد كلنا عارفين دي اسمها مرتة، طعمها جميل جدا. بس يا ريت ما تحطوش على السمنة واحنا بنسيحها، ما تحطوش عليها ملح، علشان طبعا السمنة معانا اللون بتاعها ما يغيرش، وكمان الطعم بتاعها يكون جميل جدا. صليتوا بينا على النبي.